يا اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد، وده وقت التطبيق العملي. عرفنا خلاص كل الداتا تايبس اللي في السي بلس بلس، ودلوقتي عاوزين نطبق على كل الداتا تايبس دي ونعرف variables من كل الانواع اللي موجوده عندنا، ونقدر نشوف ازاي كمان ممكن نطبع الفاريبلز دي من خلال السي اوت. فهنبتدي مع بعض كده في البدايه ان احنا هنعرف مجموعه الفاريبلز اللي هي الانتجر مثلا. هنبتدي من هنا. اول حاجه هنعرف بقى الشورت، هنقول له مثلا شورت، وهنا هديله اسم منطقي. بحب ادي حرف الان قبل اي حاجه فيها رقم او كلام من ده، فهقول له مثلا short number 1 وليكن يعني، وهحط فيها 1. عايزين بقى نعرف unsigned short، هنقول له unsigned short وهقول له in short number 2 واحط فيها قيمه تانية مثلا 6. بعدين دلوقتي عايزين نطبع بقى القيمتين دول. طبعا احنا عارفين ان unsigned ده ما بتحطش فيه قيمه سالب. طب يلا نبتدي بقى نطبع. هقول له see out std، طبعا خلينا نعمل اول using، نقول له using name space std بالشكل ده. وبعدين اجي اقول له see out colon وبعدين احط انا بقى ايه الفاريبل الاولاني وهقول له end line، وبعدين هاخد نفس سطر الكود ده واحط الفاريبل التاني. كده انا عرفت 2 فاريبل من نوع شورت وعملت لهم سي اوت. طبعا في السي اوت هنا انا ممكن احط قيمه ثابته وممكن احط فاريبل وممكن احط مجموعه 2 فاريبلز على بعض عادي جدا، بيقبل معايا كل ده في السي اوت. نطبع كده ونشوف. طبعا له 1 و6. طب ده كلام جميل قوي. تعالى بقى نطبق بقى الرولز بقى اللي احنا اتعلمناها. يعني احنا عارفين ان ده ليه ليميت، الليميت ده ما يقدرش يعديه. خليني احط فيه ارقام كتير قوي واشوف هو هنا هيطبع ايه. بص هو هنا عمل ايه اصلا؟ integer constraint is too long، بيقول لك الرقم ده كبير جدا. طب هو قبل لحد الرقم ده مثلا. تعال نفتح بقى ونشوف. بص حط لي ديفولت فاليو، يعني دي قيمه غير صحيحه، ده قيمه لا تعبر عن القيمه اللي قدامي. ليه؟ لان الشورت اصلا الليميت بتاعه اقل من ده بكتير جدا، فهو لما انت بتحط له ليميت اكبر من الليميت بتاعه بيروح حاطط لك ديفولت فاليو، يعني ما بيحطلكش الفاليو الحقيقيه بتاعته. زي على سبيل المثال لو انا جيت لك هنا مثلا خليتها ناقص 6، ما احنا عارفين ان الانسايند ما بياخدش سالب. فتعالى نطبع كده نشوف هيطلع ايه. بص طلع ايه؟ طلع لك قيمه ديفولت اللي هي اعلى قيمه عنده في الانسايند شورت بالشكل ده. فبالتالي انا ما اقدرش اتخطى الرولز اللي موجوده عندي. بالاضافه كمان ان انا ممكن يعني اشوف كل واحد فيهم بتحجز له قد ايه في الميموري. يعني انا ممكن اجي كده مثلا واروح اعمل مثلا اوتبوت جديد بالشكل ده واروح طابع حاجه اسمها سايز اوف بدلها الفاريبل بيديني المساحه اللي اتحجزت ليه جوه الميموري. فلو انا عملت كده وهاجي هنا بنفس الطريقه، خلي بالك انا عايزك تطبق معايا نفس اللي انا بعمله ده بالظبط. يعني عايزك تعرف فاريبل من كل الانواع زي ما انا بعمل، عشان بس ادربك واحده واحده انك توصل لمستوى كويس. فواحده واحده هنوصل، وفي اخر المحاضره دي ان شاء الله كمان لسه في مسائل بروبلم سولفنج هنحلها مع بعض. نطبع كده بقى ونشوف. طبعا هو هنا لزقهم في بعض للاسف، فانا محتاج ان انا اعمل اوتبوت في النص يديني مثلا مسافه او حاجه معينه افهم بيها ان انا هطبع هنا السايز نقطتين فوق بعض مثلا ومسافه بالشكل ده. تعال ناخد نفس الكلام ده نحطه تحت عشان بس ايه نفهم الكلام من بعض. اهو بص السايز طبعا لزقت في اللي قبلها، بس ده السايز بتاعه 2 وده السايز بتاعه 2. نقصد نقول ان هو فعلا بياخد نفس السايز اللي احنا قلنا عليه قبل كده. الشورت والانسايند شورت عرفنا هما بيتحجز لهم مساحه قد ايه في الميموري، وعرفنا بنعرفهم ازاي. نخش على النوع اللي بعده اللي هو الانتجر، وده خدناه قبل كده. انتجر نمبر 1 وهديله برضو 1 وهعمل unsigned integer وهاخد نفس الكلام اللي فوق ده، هنغير بس الاسم. طبعا هو هنا يديني ايرور، طبعا لازم اغير الاسم واديله ايه قيمه تانية كده. يبقى انا ايه عملت 2 variables عايزين نطبع القيم بتاعتهم. هناخد السي اوت بتاعتنا ونحطها هنا عادي جدا ونغير اسامي الفاريبلز. هنغير اسامي الفاريبلز بالشكل ده ونغير اسامي الفاريبلز بالشكل ده. كيب ان مايند ان انت لازم هنا تبقى على نفس الرينج بتاع الانتجر وهنا على نفس الرينج بتاع الانسايند انتجر عشان الدنيا تظبط معاك، ما تبصش معاك زي ما باظت فوق كده. تعال نشغل كده ونشوف. هنشغل اهو طبع لي الواحد والاثنين، وده السايز بتاعه 4 بايتس وده 4 بايتس زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. طيب يلا بينا نخش نعرف اللي بعده. اللي هو مين؟ اللي هو اللونج. نقول له long number 1 وهديله قيمة أي حاجة، وهنقول unsigned in long number 2 وادي لها اي قيمه بالشكل ده كده. كده انا عرفت 2 variables من نوع long، وهبتدي ان انا اخد السي اوت وابتدي ان انا اغير اسامي الفاريبلز اللي محطوطه فيها عشان اطبع الحاجات بتاعتي. فاذا انا بعد ما كل ما بعرف variable بطبع تحتيه السي اوت بتاعته عشان اشوف القيم اللي موجوده. ادي القيم اللي موجوده اهو، الحاجات اللي موجوده عندي. خليني اراجع. in long number 1 in long number 2 هنا unsigned long، مهم جدا unsigned long. طب احنا كده بس هنفصل ما بين كل واحدة والتانية عشان نبقى بس في الاوتبوت بتاعنا شايفينهم كويس. وهنا نكتب int وفوق هنا نكتب short بالشكل ده. خلينا نفتح كده نتفرج عليهم اهو. ادي الشورت وادي الانت وادي اللونج. زي ما اتفقنا مع بعض يا جماعة ان اللونج بيتحجز له
4 بايتس في الميموري. نقطة مهمة برضو عاوز اقولها واوضحها اكتر، ان حتى الويندوز في منه انواع كتيرة لانظمة التشغيل. يعني عندك ويندوز 32 وعندك ويندوز 64، والويندوز ال 64 ده في منه نوعين، ومع كل نوع فيهم احيانا بتلاقي المساحة اللي بتتحجز لللونج بتتغير. ما بالك بقى لو انا النهارده كنت بشتغل كمان مش ويندوز، لا ده انا بشتغل ماك او بشتغل حاجه مثلا مبنيه على لينكس، فبالتالي برضو بيختلف معايا السايز اللي موجود في الميموري. دي نقطه مهمه جدا انا كنت عاوز اوضحها عشان ما نتلخبطش فيها، لانها بتلخبط ناس كتير جدا. تعالوا برضو نجرب احنا قصه اللونج لونج برضو، ان احنا نعرف مثلا حاجه لونج لونج بالشكل ده ونلعب مع بعض شويه عشان اوري لك لقطه صغيره من فكره ان في داتا تايبس كتيره جدا في سي بلس بلس، وانت ممكن بقى تسيرش بقى مع نفسك عنهم وتشوف ممكن تستخدمهم ازاي. يعني لغه بصراحه بحر سي بلس بلس يعني. فانا النهارده لو جيت عرفت ده مثلا لونج لونج بالشكل ده، وتعالى مثلا نغير اسم الفاريبل نخليه لونج لونج، نفس الكلام ممكن نعمله هنا، نقول له مثلا لونج، ونيجي هنا نقول له ده لونج لونج. تعالى بقى ايه نعدل اسامي الفاريبلز بتاعتنا عشان نبتدي نطبع ونتفرج على اللونج لونج بياخد مساحه قد ايه. ادي اللونج لونج اهو، هتلاقيه بياخد 8 بايتس زي ما احنا اتفقنا. بص بقى عندك بقى حاجات بقى كتير، في تايبس كتير قوي. يعني عندك مثلا لونج انت، مثلا في عندك لونج انت، نشغل كده. بص اللونج انت مثلا بياخد 4 بايتس تمام، بس طبعا اكيد بيشيل مساحه اكبر، يعني مساحه اكبر من اللونج. يعني اللونج انت بيشيل مساحه اكبر من اللونج. تعالى مثلا نخليها مثلا لونج فلوت بالشكل ده، اطبع كده اللونج فلوت بياخد 8 بايتس، جميل جدا. في لونج مثلا كده لونج دبل، نفتح كده ونشوف اللونج ده بحر يعني، مليان بصراحه كتير قوي يعني. ففي انواع كتيره، يعني في انواع كتيره من الداتا تايبس وانواع مركبه كتير جدا. لكن انا مش عاوز يعني بصراحه ادخلك كحد مبتدئ في الكلام ده كله وفي التفاصيل دي كلها، فاللي هو تحس ان انت بتلخبط انا هستخدم ده امتى وده امتى وده امتى. خلينا مركزين اكتر في الانواع الشائعه، الشورت، الانت، اللونج، واخرنا اللونج لونج، نبقى بس نكون عارفين الكلام ده. اوكي كده احنا خلصنا الارقام الصحيحه. هنخش دلوقتي على الارقام اللي فيها فلوتنج نمبر. فهقول له فلوت بالشكل ده، وهقول له مثلا اف، او مثلا خليها ان عادي، ان فلوت نمبر 1، وده هديله قيمه فيها كسور، يعني قيمه مثلا 2.5 مثلا. وهيبقى في عندي دبل اللي بعده ده دبل ان دبل نمبر 1، وهديله برضو قيمه كده مثلا وفيها كسور بالشكل ده. طبعا لو انت جيت هنا مثلا في اللونج وحاولت تدي مثلا كسور بالشكل ده وجيت تشغل، بص هنا بيدي لك ايرور، لان هنا ما ينفعش احط كسور خالص في اللونج ولا في الانتجر ولا في الشورت ولا في الكلام ده كله. اما في الدبل وفي الفلوت عادي جدا بحطهم. عندي هنا بقى حاجه اسمها لونج دبل، وده النوع الثالث ان لونج دبل. وهنا نقدر ان احنا نديله برضه قيمه فيها كسور بس بتاخد هي قيمه اكبر. ودلوقتي احنا عايزين نعمل اوتبوت بقى لكل الكلام اللي قدامنا ده، نبتدي ان احنا نعمل له اوتبوت عشان نشوفهم على الشاشه. طبعا هنبتدي بالفلوت ونعمل له السايز بتاعه، هنبتدي بالدبل ونعمل له السايز بتاعه، وهناخد ده كوبي اند بيست ونعمل اللونج دبل بالشكل ده. وتعالى نحط قبلها مثلا، قبل دول مثلا سطر كده، ونقول ده والله فلوتنج بوينت. نطبع ونشوف. ادي ده الفلوت بياخد 4 بايتس، وادي اللونج بياخد 8 بايتس، وادي اللونج دبل واخد 8 بايتس، بس طبعا لما بتكبر المساحه بتاعته بيقدر يوصل لحد 16 بايتس. دلوقتي احنا خلصنا الارقام، كل الارقام خلاص خلصت. دلوقتي تعالى بقى نيجي نشوف الكاركتر. لو انا عايز اعرف كاركتر، عشان اعرف كاركتر بقول له حاجه اسمها تشار، اقول له مثلا سي مثلا letter. عشان اعرف كاركتر بقى ركز معايا، بحط الكاركتر بين 2 سنجل كوتيشن، يعني بحط الحرف ده انا عاوزه بين 2 سنجل كوتيشن بالشكل ده. طب لو حطيت حرف تاني، حرف تالت، نشغل كده، ادينا ايه نعمل سي اوت للكاركتر ده، اقول له سي اوت بالشكل ده، واعرض الكاركتر بتاعي، وبعدين اعمل اند لاين. نطبع كده الكاركتر كده ونشوف. بص طبع لي ايه؟ طبع لي الاس ده اللي هو مين؟ اللي هو الحرف الاخير. يعني هو ما اعتمدش الحروف اللي في الاول دي، الاي والاي ما اعتمدهمش. يعني انا لو عملت اي اس دي لما افتح كده هيطبع مين؟ هيطبع الدي، هيطبع اخر حرف، لان الكاركتر اصلا ما بيشيلش غير حرف واحد بس. فده بالنسبه للكاركتر، ولازم احط الكاركتر ده احطه بين 2 سنجل كوتيشن، 2 سنجل كوتيشن. مفهوم؟ مفهوم. حلو جدا. برضو تعالى نعمل هنا سي اوت عشان نبين ان احنا هنا بنعرض حاجه مختلفه، ونقول ان احنا هنعرض هنا الكاركتر بالشكل ده. تعالى نخش على حاجه بعدها بقى اللي هي البوليان، اللي هي المتغير المنطقي بوليان. ازاي بنعرف البوليان بتاعنا؟ بقول له كده بول وبديله اسم، بقول له مثلا بي مثلا از تشيك، بعمل مثلا تشيك على حاجه معينه. ده يا اما بحط فيه ترو بالشكل ده، يا اما بحط فيه فولس. يعني لو انا جيت مثلا كده اهو ده ترو او فولس. طب لو انا حطيت فيه مثلا كده
4. فاهم قصدي؟ تعال نشغل كده. تمام. هو طبعا بيقدر ياخد مني 1 أو 2. ما هو هنا طبعا هيطبع لك برضو يعتبر زي ديفولت فاليو كده يعني. فخلينا نطبع كده مثلا ونحط البوليان نشوف هنا هيطبع لنا 1 ولا 2 ولا هيطبع لنا ايه بالظبط. هنا طبعا 1 يعني ترو، يعني اي حاجه اكبر من الزيرو. لو انا اديته زيرو مثلا، الزيرو هيطبع لي ايه؟ هو الزيرو طبعا لي زيرو. طب والواحد؟ يعني هو اصلا المتغير البوليان عباره عن زيرو وواحد اصلا. فانا لو اديت له زيرو هيطبع زيرو عادي جدا، اديت له واحد هيطبع واحد. طب لو انا اديت له مثلا فولس بالشكل ده، نطلع كده نشوف هيطبع ايه. هيطبع زيرو. ممتاز جدا. طيب ولو انا اديت له ترو بالشكل ده هيطبع ايه؟ هيطبع واحد. جميل. ولو اديت له اي رقم اكبر من واحد هيطبع واحد. كده احنا خلاص فهمنا البوليان بيشتغل ازاي وبيشتغل ترو اور فولس. ما ينفعش اكتب فيه كلام بقى، ما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش. طب ينفع اكتب فيه كاركتر؟ يعني هل ينفع مثلا اجي كده جوه اعمل مثلا اكتب كاركتر بالشكل ده بيديها برضو واحد؟ هو ده طبعا مش مفهوم، يعني حاجه بالنسبه للسي بلس بلس مش مفهومه. فاهم قصدي؟ هو بيطلع لك ترو خلاص، يعني هي دي كل الفكره يعني. فهو بياخد يا اما ترو يا اما فولس. فانا هديله دلوقتي ترو بالشكل ده البوليان. انا طبعا حتى بحاول قدر الامكان ان انا اطلع لك الاخطاء، الحاجات اللي انت ممكن تغلط فيها يعني. برضو نفس الكلام، نحط الكومنت بتاعنا عشان برضو الكود يكون واضح بالنسبه لك، واحب ان انت تطبق زي ما انا بطبق عشان تستفيد اقصى استفاده ممكنه ان شاء الله. دلوقتي احنا عايزين نعرف السترينج بقى، اللي هي الكلمه. السترينج المفروض تبقى تحت الكاركتر بصراحه. فانا هاجي كده اقول له string، فهقول له string انا عايز اعرف string. طبعا اول ما انا بكتب كلمه string ايه اللي بيحصل؟ لازم اجي هنا كده اعمل هاش انكلود للمكتبه اللي جواها السترينج. هاش انكلود ايه المكتبه اللي جواها السترينج؟ هي مكتبه اسمها string بالشكل ده. كده اقدر استخدم السترينج بتاعي وانا ما عنديش اي مشكله. يعني عشان استخدم السترينج لازم اعمل هاش انكلود للسترينجز هنا. اوكي. هنا هعرف مثلا string، اقول له مثلا name، وهكتب في النيم ده اسمي مثلا علي شاهين وليكن. طيب السترينج ده بقى احنا عاوزين نطبعه. ده اولا يعني اول حاجه احنا عايزين نطبعه، فادي السي اوت بتاعتي، وعايزين نعرف السايز بتاعه. السايز بتاعه بيتحدد على اساس عدد الكاركترز اللي موجوده جواه. فتعالى ناخد حاجه كده بتحدد السايز من هنا مثلا. خلينا ناخد الجزء بتاع السايز ده من هنا كده زي ما هو كله مثلا، ونحطه هنا كده سايز اوف، وهحط اسم الفاريبل كده ونشوف السايز بتاع السترينج هيبقى ايه. ادي اهو علي شاهين والسايز 40، واخد 40 بايتس. فانت متخيل يعني السترينج بياخد مساحه محترمه من الميموري يعني. ده طبعا ده الكاركتر، واللي تحته ده السترينج. فكده احنا عرفنا كل انواع الفاريبلز. انواع الفاريبلز بتاعتي ايه؟ ارقام، حروف، كلام، بوليان. دي البيلت ان داتا تايبس. وريتك هنا ازاي تعرف كل داتا تايب قدامك بالطريقه دي، وازاي تطبعه، وازاي تعرف المساحه بتاعته اللي في الميموري. دلوقتي انا هديلك اساينمنت تعمله عشان تقدر انك تطبق على الكلام ده. ده الاساينمنت بتاعك. انت عندك كلمه هلو ماي نيم از علي شاهين. طبعا انت هتكتب اسمك انت يعني. هتعمل ايه بقى؟ ان الاسم ده ما تكرروش، يعني كاريت فاريبل وطبع لي الجمله دي، واستخدم الفاريبل هنا وسط الكلمه. يعني شوف ازاي هتطبع الفاريبل بالشكل ده. تمام. باستخدام السي اوت اعمل الفاريبل، والفاريبل ده يبقى من نوع string، وحط فيه اسمك يعني، وبعدين اكتب في السي اوت واطبع جنبه الفاريبل. عايزين نشوف انت هتعمل الكلام ده ازاي. ان شاء الله باذن الله تقدر تعمله بسهوله يعني. نشوف الاساينمنت اللي بعده. هنا بقى بص، شايف الجمله دي كلها؟ انا عايزك بقى تعمل هلو ماي نيم از، اسمك I am 25 years old. 25 طبعا اسمك هيبقى فاريبل، وال25 دي هتبقى فاريبل، والترو او الفولس دي هتبقى فاريبل. ماي سالاري از هتعمل فاريبل من نوع مثلا فلوت او دبل، وتكتب فيه السالاري بتاعك بفلوتنج بوينت كده. ماي برسنتج از، وتكتب البرسنتج بتاعتك برضو، عرفها من نوع فاريبل تاني بالشكل ده. وجمع انت بقى، اعمل لي بقى ايه السي اوت بالشكل ده. انا في النهايه عايز اشوف الطباعه على الشاشه بالمنظر ده. استخدم الفاريبلز، ابتدي بقى عرف فاريبلز وظبط دنيتك، واطبع بقى الطباعه بالمنظر ده عشان نشوفك قادر ان انت تطبق على اللي احنا خدناه. واشوفك على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.